صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونوصي أنفسنا وإياكم استغلال الوقت في الحرم، فإن الحرم شأنه عظيم عند الله. استغلوا العبادات، كثرة الذكر والصلاة والطواف لمن استطاع. ثم بعد ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تبارك وتعالى رحمة للعالمين، ومن رحمته صلى الله عليه وسلم أنه أمرنا أن نتخلق بالأخلاق الفاضلة، ودين الإسلام مبني على الأخلاق، والنبي عليه الصلاة والسلام كان أعظم الناس خلقا، كما قال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. وإن المؤمن من أوجب الواجبات عليه الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم يفرض عليك أمرا: أن تكون قدوة في مجتمعك، قدوة للناس، قدوة خير وفضل. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر صفات المؤمن المتبع له عليه الصلاة والسلام، كما في البخاري حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: مثل المؤمن كمثل النخلة تضرب بالحجر وتلقي بالثمر أو بالتمر. فلا بد أننا نحن معاشر من ننتسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام قولا وفعلا واعتقادا وسلوكا نكون كذلك كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا لا يكون إلا بالصبر. الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم من جهتك، وأن تكون قدوة في مجتمعك، يحتاج إلى الصبر. ولذلك هذا المثل اللطيف الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا آنفا في الحديث، أنه النخلة تضرب بالحجر، فمثل نفسك أنت كالنخلة. المؤمن كالنخلة يضرب بالحجر فيصبر، يعني يسب ويتعدى عليه، وعليكم السلام ورحمة الله، ويظلم فيصبر. ومن غير الصبر لا نصلح أن نكون قدوة للناس. منهج النبي عليه الصلاة والسلام، دين الإسلام، منهج السلف الصالح، منهج أهل السنة والجماعة، يحتاج إلى الصبر. الصبر على أذى الناس، حتى لو تكلموا فيك تصبر عليهم، ولا تجازي بالسيئة السيئة، إنما تجازي بالسيئة الحسنة. فإن كنت كذلك أنت تصلح أن تكون قدوة للناس، تصلح أن يقتدي بك الناس بأفعالك قبل أقوالك. لما الناس يرون من أخلاقك، من آدابك، من أمانتك، من معاملتك الطيبة معهم، وأن لا تتكبر عليهم وترى نفسك مثلهم أو دونهم، حين ذاك يقتدي بك الناس. أما إذا رأوك أنك ظاهرك الإيمان، معفي اللحية وثوب قصير ومطبق السنة، ولكن معاملتك مع الناس سيئة، أنت ستكون سب على دين الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المنهج الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا أخوة، جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، حينما مر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الشام، فقال له أبو أيوب وغيره، فقال له كلمة يعني مما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يكثر من حديث الرسول عليه الصلاة والسلام. قال: كلمة تنفعنا ولا تضرك، نريد انصحنا، تكلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم قادمون
إلى إخوانكم فأصلحوا حالكم ولباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس. هذا الحديث له معنى عظيم، وهو دائما الأبناء تقتدي بالآباء. قادمون أي زمن يتقدم بكم حتى تكونوا في المجتمع قدوات، قدوات خير أو قدوات شر، كما حصل للمشركين لما جاءت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم برسالة الأنبياء كلها. ماذا قالوا؟ قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. إذا أنت كنت الأب الصالح ماذا يأتي الجيل بعدك؟ يقولون إنا وجدنا آباءنا على أمة، يعني على خير، عكس المشركين. هذا معنى أصلحوا، إنكم قادمون إلى إخوانكم فأصلحوا حالكم. الحال هو التعامل الذي يصدر من الشخص مع الآخرين. ولباسكم هديكم ظاهركم. فإذا كبرت بكم السنين وأصبحتم قدوات في المجتمع سيأتي الجيل اللي بعدكم وهم أولادكم وأولاد أولادكم يقتدون بكم، فأنتم إذن قدوة خير، كما أن المشركين كانوا إيش يا أبنائهم؟ قدوة شر. فنحتاج يا إخوة نحن كمنتسبين للسنة ندعي أنفسنا نحن سلفيين، ننتسب إلى السلف. السلفية مو هي كلمة فقط أقول أنا سلفي وخلاص، لا، السلفية دين وعقيدة وأخلاق وعبادة وسلوك ومنهج. السلفية معناك أنت تتبع أصحاب الرسول. من سلفنا؟ كم سلف عندنا؟ أبو بكر عمر عثمان علي طلحة الزبير، هؤلاء هم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا. هذول السلف اللي سبقونا بالإيمان، هؤلاء هم السلف. فإذا ادعينا الانتساب لهم ثم ما تخلقنا لا بأخلاقهم لا بعبادتهم لا بمنهجهم لا بعقيدتهم لا بسلوكهم، ما هو النفع؟ راح نكون حجة على أنفسنا. فلا بد أن نتعلم دين السلف كاملا في البيع، في الشراء، في التعامل مع الآخرين، في التعامل مع الزوجة، في التعامل مع الجيران، في التعامل مع الأبناء، في التعامل مع الآباء، في التعامل مع الغرباء، في التعامل مع حتى الكفار، بل في التعامل حتى مع الحيوان. هذا دين الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى السلفي. فنحتاج يا أخوة إذا كنا كذلك راح نكون قدوة. فنحتاج إلى هذا كله حتى نكون قدوة للناس، حتى اللي يبغضك لما تعايشه تكلم فيك وتصبر عليه، تكلم فيك السلام عليكم فلان شلونك والله صحتك اخبارك شلون ولد، يعني مهما كان عنده من غلظة ومن جفاء يلين. ثم حتى لو ما يلين أنت إيش أديت الأمانة التي في رقبتك، لأن هاي أخلاق الإسلام أصلا. أخلاق الرسول عليه الصلاة والسلام كان يضرب فيصبر، وهو من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله العظيم يا أخوة أن يجعلنا يعني قدوة في الناس، قدوة خير. والسلفي يا أخوة يدعي السلفية مثل الثوب الأبيض، أي سواد أي وسخ إيش يظهر فيه. الناس لا تقيس نفسك مع الناس. ممكن رجل من الناس يعامله أفضل منك عند الله، لكن أنت الناس تنظر إليك، الناس تقتدي بك. الناس إذا رأوا فيك خطأ قالوا هذا أهل الدين، أهل اللحاية هكذا، أهل اللحاية كلهم هذول مزينين. فالواجب علينا الاهتمام بهذا الجانب حتى نصلح في أنفسنا ونكون صالحين مصلحين في مجتمعنا. وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم لنا ولكم التوفيق والثبات، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. جزاكم الله.